اليوم حابة أحكيكم عن موضوع الاعتمادية العاطفية عند المرأة، وكيف بيكون هذا الاعتماد العاطفي بيأثر سلبا على حياتها، سواء حياتها الشخصية أو حتى المهنية. وبالتالي كمان كيف ممكن نحن نطلع من إطار الاعتمادية العاطفية، نصل إلى مرحلة الاستقلال العاطفي يلي هو أصلا رح يساعدنا فيما بعد بالاستقلال المهني والاستقلالية الشخصية. هذا الشيء بيترتب عليه طبعا أكيد أشياء كتير المفروض إنه المرأة تعملها. بالاعتمادية العاطفية شو معناتها؟ هل هذا بيعني إنه المرأة معتمدة على شريك حياتها؟ الحقيقة لا، مش بس الشريك. الحقيقة إنه الاعتماد العاطفي هو فينا نسميه كمان تعلق عاطفي، عدم اكتفاء بالذات، عدم قدرة على الاستقلالية، وإيمان المرأة بذاتها بأنها غير كافية، غير مكتفية بذاتها. هي دائما تحتاج إلى وجود الآخر في المحيط أو في الدائرة. هي دائما تضع الآخرين في دائرة الاحتياج وليس في دائرة الإضافة. وهي النقطة كتير هامة جدا. لما أنا ببقى دايما حاسة إن أنا مش كفاية، I'm not enough، دايما أنا محتاجة حدا يساعدني، حدا يقدم لي الخدمات اللي أنا بدي أقوم فيها، حدا يشيل عني مسؤولية أو مهمة. طبعا هذا ما بيتعارض مع مهارة التفويض بالمناسبة، لأنه مهارة التفويض هي من المهارات المهمة القيادية في عالم المرأة. لكن أنا عم أقول هون أنه تشعر المرأة بأنها وحيدة، بأنها لا تستطيع أن تقوم بشؤونها بنفسها وبذاتها، حتى فيما يتعلق برعايتها لنفسها. هي غير شاعرة بأنه هي شخصية تستطيع أن تستمتع، تستطيع أن تلبي احتياجاتها العاطفية والنفسية لوحدها. هي امرأة دائما ترهق الآخر بطلباتها، ترهق الآخر بوجودها بحياتهم. لازم يكونوا موجودين معاها، تطلب منهم طلبات، انه مثلا هي عايزة تعمل شوبينج، تسوق، تقوم حتى احيانا بأداء مهمات منزلية. دائما تطلب من الآخر أن يساعدها بالقيام بشؤونها، حتى لو كانت أمور بسيطة جدا للغاية. ما في مانع طبعا زي ما قلت من الاستشارة، من التفويض، هي مهارات بنستخدمها بين الحين والآخر. لكن عندما تبقى الامرأة دائما تشعر بأنها ضعيفة، هشة، لا تستطيع أن تقوم بشؤونها بحياتها، لا تستطيع إكمال رحلتها مع نفسها. ماذا لو أصبحت وحيدة؟ هذا السؤال ممكن يسبب له توتر، يسبب له خوف، يسبب له نوبات هلع. إذا هذه المرأة تحتاج إلى أن تشتغل كتير على وعي بذاتها. هل أنا هاي المرأة؟ إذا أنا هي الشخصية أو هي الصفات والسمات موجودة فيني، إذا انتبهي عزيزتي المرأة، أنت هون واقع بخطر كبير جدا، وهو الاعتماد أو التعلق العاطفي رح يكون عائق ومعيق لك. حتى لو ما بدأتي حياة مهنية، هو برضو معيق لك في حياتك الشخصية، لأنه ظروف الحياة متقلبة، الآخرين مش دايما موجودين بدائرتنا القريبة. الزوج قد يكون موجود وقد لا يكون موجود بسبب أو بآخر، فقد أو انفصال، أيا كان هو هذا السبب. أيضا الأطفال يوما ما سيكبرون ورح يتخلوا عنك ورح يشقوا طريقهم. إذا أنت كنتي هاي الشخصية، برجع بقلك انتبهي واشتغلي على وعيك بذاتك. ابدأي استمتعي بنفسك وبحياتك، واستبدلي وجود الآخر بحياتك بأنشطة تلبي احتياجاتك. وتعودي كمان أنك أنت تقومي بتلبية احتياجاتك لنفسك ولذاتك، ولكي تكوني امرأة مستقلة وقادرة على القيام بشؤونها بنفسها. وهذا الشيء على فكرة رح يوصلك أيضا المايند سيت هاي، لو أنت عشتيها واشتغلتي عليها رح يوصلك بشكل أو بآخر لاستقلال مادي. الاستقلال المادي لا يبدأ بالمهارات المالية، ما بيبدأ بالادخار ولا بالاستثمار، وإنما يبدأ نفسيا وعاطفيا وشعوريا وداخليا. ضعي الآخر في دائرة الإضافة وليس في دائرة الاحتياج، ورح تلاقي هذا الشيء رح ينعكس عليك إيجابا مش سلبا.